ايه يابا، ايه يا حبيبي، ايه يا عم انت في ايه كده؟ يالا ده كله عشان شلت منك الكابتنه واديتها لسكه؟ طب ينفع كده يا عم؟ جولين جولين في اول جوله قدام بيرنلي، جولين. ايه يا جدعان الكلام ده يا جدعان؟ والله ما ينفع يعني. 2-0 جاب جولين الجاحد في اول دقيقتين، اول دقيقتين من بدايه الدوري الانجليزي، يقوم رازع لي جول كده على طول. خلى قلبي بيتقطع عشان ما اديتوش الكابتنه، ده كله عشان ما اديتوش الكابتنه. انا غلطان عشان اتحنك واقول لا، ساكا هيقابل نوتنجهام فورست. بيرنلي مع كوبني شكلها اتغير، فساكا هيقابل نوتنجهام فورست وفي الامارات ستاديوم، فالماتش مضمون، فالماتش مضمون. ممدون ادي فالماتش مضمون. فاديتها لساكا. المعلم دخل شلكش فعلا على رأي الوسطى عبد البال في حد الجولان في ثانية يعني، ولا الجول التاني. ايه الجول التاني دي؟ يلا الله يخرب بيتك، جول تاني عالمي يا اخي. كرة جات له من الفاريز، هوب، طوحها في قلب الجول. ده لو لاعب تاني او لاعب في الدوري المصري كان زمان ابو سليكي وانا قاعد بتفرج والله. بس على العموم، طالما وصلك الفيديو ما تنساش تعمل لايك، وانت جيت شرفت بالاشتراك في القناه، ويلا نخش في الفيديو على طول. وبسم الله. مانشستر سيتي وبيرنلي في اول جوله في الدوري الانجليزي، مع بدايه الدوري الانجليزي وبدايه افضل دوري في العالم وامتع كره في العالم، كره البيب جوارديولا. يفوز مانشستر سيتي على نادي بيرنلي بنتيجة 3-0 بهدفين لإيرلينج هالاند وهدف لرودري. الصراحة بيرنلي حاول يلعب كورة، حاول يقدم كورة، بس مانشستر سيتي، والله نادي بيرنلي ده صعبان عليا يا جدع، صعبان عليا والله. يعني نادي طالع من الشامبيونشيب، نادي بطل عن البطل الشامبيونز، متأهل للدوري الإنجليزي كبطل. هو نادي شارك قبل كده في الدوري الانجليزي، وعارفين نادي بيرنلي مع ايام سان دايش. والكره اللي كان بيلعبها كان بيلعب بطريقه دفاعيه. سان دايش اكيد يعني عارفين الطريقه ديت، اللي هيلعب بقى مع ايفرتون الموسم دوت هيلعب بطريقه دفاعيه، طريقه سان دايش عارفين. بيرنلي الموسم دوت مع كومباني شفنا ملامح بيرنلي، يعني ملامح التجربه اللي هياخدوها، ملامح اللعب يعني التكتيك والكلام دوت. كومباني كان بيلعب في مانشستر سيتي، كلنا عارفين الكلام دوت. اتدرب تحت ايد بيب جوارديولا، فبيلعب بطريقه التيكي تاكا والسكس فوتبول والحاجات دي. حاول يطبق الطريقه ديت قدام نادي مانشستر سيتي، وكان بيلعب بالطريقه ديت. وكان نادي بيرني اداؤه كان حلو، ما كانش وحش في الملعب. هتقول 3-0 النتيجه كبيره، بس نادي بيرنلي كان اداؤه كان حلو، ما كانش وحش. بس هيعمل ايه يا معلم؟ انت طالع قدام النادي اللي محقق الثلاثيه، بطل الدوري الانجليزي، بطل الشامبيونز، بطل الكاس، بطل كل حاجه، وقدام ايرلينج هالاند اللي يحط له جول في الدقيقه الرابعه من كره عرضيه من رودري. معلم ما استناش، احنا قلنا الولاد في الدرع الخيريه ما عملش اي حاجه. انا قلت لكم ايه؟ مش قلت لكم هو بيغزي العين؟ ودي بيغزي العين، ما سمعتوش الكلام. وانا ذات نفسي ما سمعتش الكلام، اديت ما كابتنتوش واديت الكابتن لساك. انا قلت اول ماتش في الدوري مش هيشتغل على طول. الواد دخل في الدقيقه الرابعه حط الجول الاول. ايه يا عم تهدى كده؟ ايرلينج هالاند لما سجل الهدف الاول لمانشستر سيتي في الدقيقه الرابعه، اللي كان من صناعه رودري والكلام ده كله، نادي بيرنلي حاول في كام كوره ان هو يسجل هدف التعادل، بس نادي بيرنلي ما قدرش ان هو يسجل هدف التعادل. واصلا نادي مانشستر سيتي تحس هو بيلعب معاهم كده، اللي هو كان واخد الامور ببساطه، كان بيلعب على الهادي كده. عارف انت اللي هو خلاص بقى، خلاص. عارف شخصيه ريال مدريد كده اللي كان بيلعبها في دوري الابطال اوروبا؟ خلاص كده هاخد الامور على الهادي، الدنيا مش مستاهله، كل حاجه ايزي 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 يا حبيبي. وعارف انت اللي هو انا البوس انا الكبير. وبيب جوارديولا اللي خزوق ناس كتير قوي، خزوقهم والله في الفانتسي. عمل ايه يا معلم؟ الحراسه كلنا عارفين ان هو ايدرسون اللي هيلعب. في الدفاع بقى عمل ايه؟ كايل ووكر. ولا جاب جون ستونز ولا جاب روبن دياز، الاثنين دول كان العالم كله بيقول لك اساسيين. لا، ولا جاب جون ستونز ولا جاب روبن دياز. بيب جوارديولا لعب بمين؟ حط مين في التشكيله؟ حط مانويل اكانجي وناثن اكي، وحط روكو لويس وكايل ووكر على اليمين. انت شايف الغدر؟ عشان كده انا ما جبتش حد من مانشستر سيتي الا ايرلينج هالاند بس. ايرلينج هالاند هو اللاعب الوحيد المضمون اللي انت عارف ان هو
لاعب بيب جوارديولا مش هيطلعه. خوليان الفاريز صنع الهدف الثاني لايرلينج هالاند في الدقيقة 36، بس قبلها على طول في الدقيقة 23 كيفن دي بروين اتصاب، واللي كان جايبه في الفانتازي بقى ربنا يعوض عليه. كيفن دي بروين اتصاب وطلع ونزل مكانه كوفازيتش. الجول الثاني لايرلينج هالاند دوت يبين لك اهميه المهاجم. هتقول لي هالاند مهاجم صرف، هقول لك هالاند بيتطور مع بيب جوارديولا بشكل فظيع. الجول الثاني شوف حطه بطريقه فظيعه. تقول لي عادي هالاند الفينش بتاعه احنا عارفين الفينش بتاعه جامد وكل حاجه، بس ادوار هالاند في الملعب كانت ادوار مهمه للفريق. كان بيساعد نادي مانشستر سيتي في بالخروج بالكره، اللي هو الكور العاليه بيستلمها ويهيئها للي جاي، اذا كان اي حد جاي يعني على اليمين على الشمال في النص كان بيهيئ الكوره. ايرلينج هالاند بيعمل الادوار اللي كان توماس توخل عاوزها من روميلو لوكاكو في نادي تشيلسي، بس روميلو لوكاكو ما عرفش ينجح فيها. يعني توماس توخل لقى لوكاكو مش عارف يتأقلم مع الخطة ومش عارف يجيب أهداف، فقال له ماشي أنا عايزك تبقى مهاجم محطة. ايرلينج هالاند بيعمل الاثنين، مهاجم محطة وهداف بطريقة فظيعة. بقول لك جاب جولين في أول جولة في أول ماتش في الدوري الإنجليزي يا معلم، في افتتاحية الدوري الإنجليزي في أول 36 دقيقة جاب جول. ده قبل ما الشوط يخلص كان بيتخانق مع رودري عشان ما ادالوش الباص، عشان كان عاوز يجيب الهاتريك. اول شوط في اول ماتش في الدوري الانجليزي كان عاوز يجيب هاتريك من المفترين، فربنا يسترها عشان الواد دوت شكله مش ناوي على خير، ويا رب ساكا يعمل حاجه قدام نوتنجهام فورست. في الشوط الثالث في الدقيقه 75 رودري قدر ان هو يسجل الهدف الثالث لصالح نادي مانشستر سيتي بعد كرة عرضية حصل لخبطة في الدفاع راحت لرودري شاطها في الجول. بعدها باربع دقايق بيب جوارديولا بقى قال لك ايه، شارك بقى اللاعب اللي انا جايبها بقى. في الدقيقة 79 نزل إمريك لابورت مكان ناثان أكي، ونزل جفارديول مكان لوكو لويز عشان تكون أول مشاركة ليه في الدوري الإنجليزي. وفي الدقيقة 80 نزل كول بالمر اللي حط الأرتو في نادي أرسنال مكان إيرلينج هالاند. الصراحة ريكو لويز اللي توقعت ان هو هيكون اساسي في تشكيله بيب جوارديولا، وخصوصا ان هو كان معتمد عليه في البري سيزون ولعبه اساس في ماتش بايرن ميونخ. فريكو لويز يعني ممكن نشوفه اساسي الفتره اللي جايه كتير، وخصوصا ان روبن دياز اتصاب، وبيعمل الادوار اللي بيب جوارديولا عاوزها من جون ستونز. بيعرف بيرجع ورا يدافع وبيخش بيهاجم، وممكن يهاجم كمان احسن من جون ستونز. فنشوف الاقرع هيعمل لنا ايه في الموسم. نادي بيرنلي بيقدم كرة حلوة الصراحة، فبيلعب بطريقة جميلة. ما عادش كرة سان دايش اللي هو اللي يرسل لك 11 لاعب قدام المنطقة. فالصراحة نادي دوت متوقع منه كتير. ما تحكمش عليه ماتش السيتي دوت ماتش استثنائي. اي فريق ممكن فريق حلو جامد يخش قدامه ما تشوفش منه اي حاجه تقول ده اسبل فريق في الدنيا. لا 3-0 دي متوقعه. بتقابل بطل الدوري بطل الثلاثيه نادي بيرن اللي نادي بيلعب بطريقه جميله، فمستنيين منه كتير في الدوري. وهنروح للدوري السعودي. الدوري السعودي اللي بدأ امبارح قبل الدوري الانجليزي بساعه، واول مباراه في الدوري السعودي كان ما بين نادي الاهلي السعودي ونادي الحزم السعودي اللي انتهت بنتيجه 3-1 لصالح نادي الاهلي السعودي بتألق للبوبي روبرتو فيرمينو الديناميت اللي استطاع ان هو يفتح التسجيل لنادي الاهلي السعودي في الدقيقه السادسه من بدايه المباراه بصناعه من علي مجرشي. وبعدها باربع دقائق استطاع روبرتو فيرمينو ان هو يسجل الهدف الثاني لصالح نادي الاهلي السعودي، يعني في الدقيقة العاشرة بصناعة من رياض محرز. وفي الشوط الثاني في الدقيقة 50 استطاع نادي الحزم السعودي ان هو يسجل الهدف الاول لصالح ناديه بعد خطأ كارثي من ادوارد مندي اللي الكرة معاه يباص الكرة لفينيسيوس جويس اللي حط الكرة الصراحة بطريقة عالمية بطريقة لوب جميلة أوي تحس إن هو لاعب متمكن الكرة سهلة معاه، حطها بطريقة حلوة الصراحة. لحد الدقيقة 72 استطاع روبرتو فيرمينو إن هو يسجل الهدف الثالث والهاتريك ليه لنادي الاهلي السعودي. وبكده الاهلي السعودي يفوز على نادي الحزم السعودي بنتيجه 3-1 بهاتريك لروبرتو فيرمينو. ده غير الهدف الاوفسايد اللي جابه، جاب جول واتحسب اوفسايد كان جول حلو. فيرمينو كان قائد نادي الاهلي السعودي في المباراه وظهر بشخصيه اول مره اشوفها الصراحه لروبرتو فيرمينو، ظهر بشخصيه القائد. كان بيلعب بروح وشخصية عالية قوي، وكان بيحرك اللعيبة في الملعب. ده غير الأداء العالي، بقولك جاب هاتريك في أول ماتش. ألو سان ماكسيمان كان مقدم مباراة كبيرة قوي النهاردة، وبين حاجة بسيطة كده من مهاراته،
وهو اللي كان مباصر البري اسيست في الهدفين. في الهدف الاول هو اللي كان مباصر الكوره لعلي المجرشي اللي هو عرضها وسجل منها الهدف روبرتو فيرمينو الهدف الاول. وبرضه كذلك في الهدف الثاني هو اللي باص الكوره لرياض محرز واللي لعبها لروبرتو فيرمينو وسجل منها الهدف الثاني. يعني هو اللي عمل البري اسيست اللي هو الباص اللي قبل الباص اللي بيؤدي للباص اللي جاب منه الهدف. فاهم حاجه ولا انت معانا ولا ايه؟ رياض محرز قدم مباراه كبيره كذلك بطعم اللي هو كان بيلعب على الهادي كده. رياض ما تحس ان هو مفيش ضغوطات عليا، العب براحتي، اللي هو مباراه بطعم الروقان من الاخر. المدافع ايبنز لازم نديله حقه وقدره من الاحترام لان هو ظهر بمستوى رجولي في المباراه وكان بيلعب بروح عاليه قوي قوي. فالصراحه كان مدافع حلو وعجبني مدافع ايبنز في المباراه. المدافع دوت تبع النادي الاهلي السعودي يعني لو ما تعرفوش. وبكده يكون روبرتو فيرمينو سجل اسرع هاتريك في تاريخ افتتاحيه الدوري السعودي وبكسره الرقم اللي كان مسجل. الرقم دوت رقم قياسي كان مسجل باسم عمر السومه اللي كان بيلعب نادي الاهلي السعودي برضه واللي سجله في 88 دقيقه. روبرتو فيرمينو استطاع ان هو يسجل هاتريك في 72 دقيقه في اول موسم ليه في الدوري السعودي. روبرتو فيرمينو متوقع ان هو هينفجر. المباراه شهدت مشاركه فرانكي سييك كاول مشاركه ليه مع نادي الاهلي السعودي، ورياض محرز وروبرتو فيرمينو وسان ماكسيمان كاول مشاركه لهم مع الاهلي السعودي. وبس كده توقعاتكم لباقي الموسم. يا ترى مين هيكون بطل الدوري الانجليزي الموسم دوت؟ هل هو السيتي كالمعتاد؟ ويا ترى مين هيكون هداف الدوري الانجليزي؟ هل هو هالاند برضك ولا هيكون في نوش من صلاح وساكا والناس وراشفورد والناس ديت؟ ومين هيكون بطل الدوري السعودي؟ هل هو النصر بكريستيانو رونالدو ولا الاهلي السعودي بروبرتو فيرمينو ورياض محرز ولا اتحاد جدة بكريم بنزيما وانجولو كانتي والناس دي كلها ولا الهلال السعودي؟ الصراحة الدوري السعودي الموسم دوت فيه فرق كتير متوقع لها اللي هي تاخد الدوري. الفرق كلها في نفس المستوى، فرق جامدة. على العموم سلام.